جمال أبو ذكري، عندما نتحدث عسكريا أنت تعرف والكل يعرف بأن هذه الرتبة، رتبة المشير، هي يبدو هنا حالة سياسية وليست عسكرية، أليست كذلك؟ أنا بختلف مع سيادتك، مش ليست سياسيا، إنما الفريق السيسي رجل عظيم قام بدور وحد مصر. أنا أتحدث حاليا عن الرتب العسكرية سيد جمال. الرتب العسكرية هي ليست سياسية ولكن عسكرية. في هذه الحالة كيف يمكن لرئيس مؤقت أن يعطي صفة لقائد لوزير الدفاع وهو لما يزل يعني أقل من سنة في المنصب؟ من حق رئيس الجمهورية وده حق دستوري ليه، حتى ولو كان مؤقت، وحتى لو كان مؤقت، لأن هو حاليا مفيش حاجة اسمها مؤقت. هل هو يمارس أعمال رئيس الجمهورية أم لا؟ يمارس أعمال رئيس الجمهورية، من حقه إصدار التشريع والقوانين، فهو رئيس جمهورية. حكاية مؤقت إن هو فترة مؤقتة، الدستور والقانون أعطاه كل صلاحات رئيس الجمهورية. هو رئيس جمهورية كامل من جميع الأشكال والقواعد القانونية، فمن حقه يرقي وحقه يرقي أي رتبة عسكرية بهذا الشكل. ده حق قانوني لرئيس الجمهورية. نعم. ولا في هذا التعيين أو هذه الترقية جاءت بعد أيضا أقل من 24 ساعة على تأجيل الانتخابات أو بالأحرى تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية وفق الدستور الجديد. المعنى السياسي من وراء ذلك؟ شوف، أقول لسيادتك مش حكاية معنى سياسي. الدور نيجي نحلل هل يستحق الفريق السيسي الترقية؟ يستحق الترقية. نمرة واحد، ولكن أنت تفرض يعني أمور مسبقة على الناس بأن هذه الترقية وكأنها تقول أنه له الحق في الترشح أو أنه يمكن أن يكون هو المفضل، تعطيها أفضلية. دلوقتي نية واحدة بس نفصل ما بين حاجتين. لو حق الترشح أي مواطن مصري من حقه يترشح، دي أول حاجة. هل الفريق السيسي قام بمجهود مشرف يستحق عليه الترقية؟ نعم، قام بمجهود مشرف وقاد مصر أين قام بشيء مشرف؟ نعم يا فندم، قيادته. ذكرني أين قام بشيء مشرف؟ أقول لك يا سيدي، نمرة واحد إن وحد الشعب المصري وكافح الإرهاب. إحنا في حرب ضد الإرهاب وضد الجماعة الإرهابية. ما قاموا بسينا بعد سينا. سيد جمال اسمع اتفضل. سيد جمال، يعني تقول أنه وحد مصر، هل أنت ترى وحدة في الشعب المصري حاليا؟ صح. اقول لسيادتك طبعا، هو الوحده هي عباره عن ايه؟ انت لما تيجي تنجح وتنجح بمجموع كبير 90%، مش بتبقى راجل ممتاز؟ هو الشعب المصري النهارده متوحد بنسبه 99%، وله شخص له فضل في توحيده وفي مكافحه الارهاب، وان هو استطاع ان يقضي على المخطط الصهيوني الامريكي اللي كان بيسعى. اسمعني بس لو سمحت، اديني فرصه اكمل بعد اذن سيادتك. يعني هناك مخطط صهيوني أمريكي حمساوي لتفتيت مصر، زي ما حصل في العراق وزي ما حصل في ليبيا وزي ما بيحصل في الدول العربية وفي اليمن. الدور على مصر شعب مصر وحضارتها 7500 سنة. لا يمكن الشعب المصري، وربنا ذكرها في الأديان كلها، في سواء الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية أو الديانة الإسلامية. تأخذ الموضوع اسمعني بس، اسمعني. وأنا أريد أن أركز كنت على نقطة تتعلق بالإشكاليات القانونية حول الموضوع. سيد جمال أبو ذكري، عضو مجلس الشعب ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا من القاهرة. شكرا لهذه المشاركة.